السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاخوان اخباركم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المنتخب المغربي حقق واحد الانجاز تاريخي على جميع الاصعدة بالفوز ديالو على منتخب اسبانيا، واحد المرشح كبير للفوز بلقب كاس العالم ديال هذا العام، وهذا الشيء اللي اهله باش يضرب موعد مع منتخب البرتغال الفائز اوروبا 2018 في دور الربع النهائي. وهذه المباراة اللي غندوي عليها في هذا الفيديو، ولكن قبل لايك سبسكرايب مهمين بزاف، وعلى بركة الله نبداو. المنتخب المغربي كما كنعرفوا يحقق واحد الفوز كما قلت لكم تاريخي وكبير على منتخب كبير سميتو اسبانيا. يعني المعنويات ديال اللعابه وديال الطاقم وديال المدربين وديال المغاربه بصفه عامه معنويات كبيره بزاف، وسقف التوقعات حتى هو طلع شويه. يعني ولينا تنقولوا المنتخب راه ربما يوصل لنصف النهائي وربما يلعب النهائي، شكون عارف. ولكن من الجهه المقابله كاين عاوتاني المنتخب ديال البرتغال اللي هو واحد المنتخب لا يستهان به. كما قلت لكم فهو بطل اوروبا سنه 2018، وحتى هو منتشي بواحد الفوز العريض اللي حققوا على حساب سويسرا بالنتيجه ديال 6-1 كاكبر نتيجه في الادوار الاقصائيه في بطوله كاس العالم على مر التاريخ. واول حاجه غنبداو بها هي طريقه اللعب ديال المنتخبات بجوج. اللي تفرج في المنتخب المغربي كيعرفوا كيلعب بواحد الطريقه متحفظه شويه، يعني كيبقى في الدفاع وكيتسنى الكونتر اتاك وكيتسنى الغفله باش يضرب الخصم ديالو. لسوء الحظ هذه هي نفس الطريقه اللي تيلعب بها المنتخب البرتغالي، ولكن اللي كيميز المنتخب البرتغالي على المنتخب المغربي ديالنا هو انه عندهم تنوع في اللعب. يعني هما كيلعبوا بزاف ديال الخطط، بزاف ديال الطرق، وبزاف ديال اللعابه متنوعين. حنا تقريبا عندنا واحد التشكيله وحده وما عندناش بزاف ديال البدلاء، وحتى من الناحيه البدنيه راه المنتخب البرتغالي كيتفوق علينا وخاصنا نقولوها ونعترفوا بها. وحتى من ناحيه الانهاء حنا كنعانيو، لحقاش دابا هاد طريقه اللعب شنو خاصها باش تنجح؟ خاصها واحد الدفاع وواحد التنظيم جيد، وفي نفس الوقت ملي يكون الكونتر اتاك زعما خاصو يكون بواحد الطريقه اللي مزيانه، يعني بواحد الطريقه منظمه اللي كتقصد فيها الشبكه وكتوصل للشبكه. حنا عندنا مشكل في الانهاء، يعني تقريبا في الكونتر نقدروا نوصلوا للشبكه، ولكن ملي كنوصل للانهاء يعني كتحط الكره في الشبكه كنلقاو مشكل. يعني ما عندناش داك الفعاليه في لي كونتر، ما عندناش ديك الفعاليه في استغلال الفرص زعما المتاحه امام مرمى الخصم. وهذه حتى هي واحد الحاجه كيتميز بها المنتخب البرتغالي على المنتخب المغربي. يعني انا المنتخب البرتغالي ما كيركزش على لاعب واحد، يعني كيركز على جميع العناصر. يعني جميع العناصر يقدروا يهاجموا، يقدروا يماركيو، يقدروا يديروا بزاف د الحاجات، يقدروا يخلقوا بزاف الفرص في وسط المباراه. ولكن هذا الشيء في حاله رونالدو ما لاعبش، يعني قال الشونجمون. اما الا كان رونالدو داخل في التشكيله ديال المباراه فديك الساعات كيولي هو محور اللعب تقريبا. وخاصنا نستغلوا هذه القضيه، لاننا دابا كنعرفوا اللي متبعين دابا المنتخب ديال البرتغال عارفين بان رونالدو كيعيش واحد الوضعيه مزريه في المنتخب على المستوى الشخصي وعلى المستوى الكروي حتى هو ما عندوش واحد الفعاليه بزاف في المنتخب. اما الحاجه الاخرى اللي خاصنا نركزوا عليها هي ان الدفاع ديالنا يكون منظم بزاف، لان البرتغال كما قلت لكم كتستغل انصاف الفرص. يعني كتجي واحد الفرصه تبان لها تقبه ديال البرد دخل لك البيت، ما عندهاش هي مشكل، ما عندهاش هي اغلبيه ديال الاهداف ديالها كيجيو من انصاف الفرص وكيجيو من ضربات ثابته، باعتبار ان البنيه الجسمانيه ديال اللعابه ديال البرتغال مقارنه باللعابه الاخرين راه واحد البنيه زعما صحيحه، وكيلعبوا شويه بخشونه وكيلعبوا بواحد الطريقه زعما كيلعبوا رجال. يعني كيلعبوا قاطعين، كيلعبوا واقفين، كيلعبوا بزاف على الالتحامات الجسديه وعلى القوه البدنيه. يعني باش نحيدوا هذا الخطر ديال المنتخب البرتغالي خاصنا ننظموا ما بين الدفاع والهجوم. يعني الدفاع ديالنا يكون منظم والهجوم ديالنا يكون يستغل اي كونتر اتاك تحت ليه في الماتش، خاصو يستغلها وخاصو يجيب منها البيت ان شاء الله. حاجه اخرى خاص يستافد منها المنتخب المغربي ديالنا هي الكرات الثابته، لا سيما ان المنتخب البرتغالي كيدير بزاف ديال الاخطاء وكيلعبوا بواحد الطريقه خشنه الى حد ما، وخاصنا نستغلوا هذه القضيه احسن استغلال. وفي النهايه كنتمناو التوفيق للمنتخب المغربي ونتمناو يدوز للدور ديال النصف ان شاء الله، علاش لا. وكما قال الركراكي دير النيه ربي ما يخيبكش. المهم نبغي نسمع الاراء ديالكم، شنو كتوقعوا غيسالي بهذا الماتش، شنو الطريقه، شنو السيناريو اللي غيتلعب بهذا الماتش؟ بغيت نسمع الراي ديالكم في التعليقات. المهم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، نشوفكم في فيديوهات ماجين ان شاء الله. تهلاو في راسكم، تبارك الله عليكم.